عودة الزمالك وبداية الريمونتادا. ايه هي قصة الريمونتادا بتاعت الزمالك؟ الزمالك ناقص له ماتشين لازم يكسبهم، ملوش حل تاني، ملوش حل تاني. مبروك للزمالك بداية او انطلاقة الريمونتادا للتأهل من هذه المجموعة ان شاء الله. الزمالك النهارده لعب ماتش كبير جدا، فاز 3-1، وقع قلبنا شويه كالعاده، ولكن الفرق ان اللعيبه النهارده كانوا فعلا رجاله. ما بتكلمش هنا على مستوى فني، بتكلم ان ناس بتقاتل. فرقه تانية غير الفرقه بتاعت اخر 7-8 ماتشات. في روح وفي قلب وفي تركيز في انهاء الهجمات، في تركيز في الوقفه الدفاعيه، مفيش اخطاء ساذجه. الكور الثانيه كلها او معظمها بتاعت الزمالك. هو ده الزمالك. الزمالك ما كسبش الدوري السنه اللي فاتت عشان كان احسن فريق، بس كانت لعيبه مركزه وعايزه تكسب وعايزه تعمل لنفسها حاجه. المشوار صعب، المشوار صعب جدا. ماتشين يعني تقال، منهم الماتش اللي جاي ماتش شباب بلوزداد في الجزائر، ماتش تقيل، ولكن ان شاء الله الزمالك هيتأهل. الزمالك لو لعب بنفس روح النهارده مع تطوير بعض الحاجات جوه الملعب، الزمالك هيكسب شباب بلوزداد في الجزائر. مجموعة صعبة جدا، واللي صعبها أكتر على نفسه الزمالك. لكن في أوقات في الكورة ما ينفعش إن أنت تبص ورا، وما ينفعش إن أنت تندم على أي حاجة. لازم تبص للجزء الإيجابي، ولازم يبقى عندك إصرار وقناعة وإيمان بنفسك ان انت تقدر تكسب، ان انت فرقه كبيره. الزمالك فرقه كبيره، فلازم اللعيبه تموت نفسها في الماتش اللي جاي. ماتش مش سهل، فرقه كويسه طبعا جدا فرقه شباب بلوزداد، ولكن الزمالك قادر انه يكسبها في الجزائر. وتاني بقول لكم، اللعيبه اللي قدامكم دول لما بيبقوا عايزين يلعبوا ويموتوا نفسهم بيلعبوا. وشفنا الحالتين تاني كأنهم فريقين مختلفين تماما. اللي يتفرج على الزمالك النهارده ويتفرج عليه على ماتش الترجي في تونس يقول فرقة تانية خالص. طب ليه؟ من الأول. وليه ما تلعبش كده على طول؟ لو لعبت بالروح بتاع ماتش النهارده وحتى ما كسبتش، جمهور الزمالك هيحترمك والناس كلها هتحترمك. لازم يبقى هو ده، او الماتش بتاع النهارده ده، بغض النظر عن بعض الاخطاء الفنيه، لكن هو ده اللي الفرقه تبص له دايما وتبني عليه. لما تيجي ترجع له ترجع للمستوى ده. عايز افكر حضراتكم يعني او نستعرض ترتيب المجموعه بعد انتهاء مباراه اليوم. طبعا شباب بلوزداد كسب المريخ 1-0 في الجزائر. اهي المجموعه. اي حد يقول لكم ان الزمالك لو ما كسبش الماتش اللي جاي هيصعد يبقى بيضحك عليكم. قولا واحدا، الزمالك عشان يصعد من المجموعه دي وما يدخلش نفسه في حسابات معقده لازم يكسب الماتش اللي جاي. واللعيبه عارفه ان هم اللي عملوا في نفسهم كده، وهم الوحيدين القادرين ان هم يطلعوا الزمالك من ازمه المجموعه دي. وانا قلت لكم قبل ماتش الترجي ان الزمالك لو كسب الترجي هيتأهل، وما زلت رغم صعوبة المشوار ما زلت عند رأيي ان الزمالك ان شاء الله هيتأهل من المجموعة دي. عندي ثقة كبيرة جدا في اللعيبة دول ان هم
مش هيرجعوا خطوه لورا، ان هم هيبنوا على روح النهارده